تلات أرباع المصريين إن ما كانش كلهم عندهم ال H. pylori أو جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية. كل دي مسميات لحاجة واحدة، بس ليه ناس بتظهر عليها أعراض وناس تانية لأ؟ وإمتى أخد لها علاج وإمتى أسيبها من غير ما تتعالج عادي؟ وإيه الأكلات اللي بتزودها وإيه الأكلات اللي بتساهم في علاجها؟ كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديو بتاع النهاردة. هاي، أنا دكتور أمنية غرياني، والنهاردة هنتكلم عن ال H. pylori أو جرثومة المعدة. البكتيريا دي بتبقى موجودة في معدتنا، بس طول ما هي خاملة وكأنها مش موجودة ومش ظاهر أي أعراض أنا مش لازم أخد لها علاج. أنا لو اكتشفت بالصدفة وعملت أي تحليل ولقيت إن أنا ال H. pylori عندي positive بس ما عنديش أي أعراض، مش مستاهل خالص إن أنا آخد مضادات حيوية عشان ما زودش الريزيستنس أو المقاومة للمضادات الحيوية. طول ما أنا ما عنديش أعراض حتى لو أنا positive يستحسن إن أنا ما أخدش أي مضادات حيوية ليها وما أخدش أي علاج ليها لحد ما تبدأ عندي أعراض. زي ما قلنا البكتيريا دي بتبقى موجودة في المعدة عندنا. بتزيد امتى أو بتبدأ تظهر أعراض امتى؟ أول حاجة لو حمض المعدة قل جدا. تاني حاجة لو أنا أكلت أكل مش نظيف. الأكل اللي مش نظيف بيخليها إن هي تتأكتف وتشتغل وتبدأ تظهر الأعراض. ايه الأعراض بتاعة ال H. pylori؟ لو أنا حسيت بيها أبدأ أشك إن أنا عندي جرثومة معدة أو إن أنا أعمل تحليل جرثومة المعدة. الأعراض دي زي الانتفاخ أو إن أنا أحس إن بطني زي الصخرة وناشفة، التجشؤ كتير أو اللي هي التكريع. رابع حاجة زيادة الحموضة وارتجاع المريء. كمان بيكون في وجع في البطن، بالذات لو البطن فاضية أو المعدة فاضية ما فيهاش أكل يعني. كمان بيحصل فقدان في الشهية، وطبعا بيترتب عليه خسران في الوزن أو فقدان الوزن، وممكن يحصل برضو خسران في الوزن بشكل مفاجئ. كل الحاجات دي بتخليني أشك إن أنا عندي جرثومة في المعدة. ولو الموضوع زاد قوي ممكن يعمل لي قرح في المعدة، ولو فضل ما يتعالجش ممكن يسبب لي دم في البراز، ودي طبعا بتبقى حالة متأخرة من جرثومة المعدة. وطبعا مش لازم إن أنا يحصل لي كل الأعراض دي مرة واحدة، ممكن أحس بواحد أو اتنين أو تلاتة فأبدأ أشك إن أنا أعمل تحليل جرثومة المعدة. طيب ايه التحاليل بقى اللي بعملها علشان اعرف اذا كان عندي H. pylori ولا لا؟ اول حاجه هي تحليل الدم، وده بيقيس الانتي بوديز والانتيجنز، وده ما بيكونش دقيق قوي. وكمان علشان لو انا اصلا كان عندي H. pylori واتعالجت منها بتفضل موجوده في الجسم فتره، فممكن تظهر لي ان انا لسه بوزيتيف او ان انا لسه عندي H. pylori مع ان اكون خفيت منها. فاول واحد ده ما بيكونش دقيق ومش بنعتمد عليه قوي. تاني تحليل وهو تحليل البراز، وبيبين لي اذا كان عندي H. pylori ولا لا. تالت حاجة وهو تحليل التنفس، وده من التحاليل اللي بتبقى accurate أو دقيقة وبيعتمدوا عليها علشان يعرفوا إذا كان عندي جرثومة معدة أو لا. وده ببساطة بيعتمد على إن طول ما البكتيريا الحلزونية دي موجودة في المعدة بتفرز يوريز إنزيم، وده بيسبب في تكوين أمونيا، فبيقيسوا نسبة الأمونيا اللي بتطلع والكربون دايوكسيد اللي بيطلع علشان يعرفوا إذا كان عندي جرثومة معدة ولا لا. آخر حاجة وطبعا دي بتكون دقيقة جدا وهي المنظار. كمان حاجة محتاجين نعرفها إن سواء تحليل التنفس أو تحليل البراز محتاج إن أنا أكون موقف العلاج بتاعة ال H. pylori والمضادات الحيوية أسبوعين على الأقل قبل ما أعمل التحليل ده. يعني ما ينفعش إن أنا أوقف كورس العلاج وأروح أعمل التحليل تاني يوم أو في خلال أسبوعين. لازم أكون موقفة العلاج خالص لمدة أسبوعين وبعد كده أعمل التحليل، عشان لو أنا عملته في خلال الأسبوعين ده ممكن يطلع لي إن أنا لسه positive H. pylori مع إن أنا خلاص خفيت منها. إيه بقى اللي بيحصل لما جرثومة المعدة بتكون متأكتفة أو شتالة؟ بيحصل إيه في المعدة عندي اللي بتسبب في ظهور الأعراض دي؟ قلنا إن البكتيريا دي بتفرز أمونيا. الأمونيا دي بتقلل حمضية المعدة بشكل كبير قوي، وحمض المعدة ده بيبقى مهم بشكل كبير قوي علشان بيساعد في امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن، وبيساعد في إن الإنزيمات تشتغل فتهضم أنواع من الأكل خاصة البروتين. ثالث حاجة إن الحمض ده لما بيتفرز في بوابة كده اسمها ال LES، دي اللي بتمنع ان الحمض يطلع على المريء. فلما الحمض ده بيقل البوابة دي مش بتقفل، فبتزود احساس الحرقان وارتجاع المريء اللي اتكلمنا عليه في فيديو منفصل. كمان لما البروتينات دي مش بتتهضم والاكل مش بيتهضم كويس ده بيسبب جدا البطن والمعدة بتبقى ناشفة جدا كأنها زي الصخرة بالظبط. كمان جدار الامعاء بيتأثر قوي وبيسبب حاجة اسمها ليكي جات، ان الامعاء بيبقى فيها ثقوب وخروم كتير قوي بتسبب ان السموم ممكن تخرج للجسم وتسبب مشاكل في الجسم بشكل عام. كمان بيدمر جدار المعدة فبيزود قرح المعدة بشكل كبير قوي ويسبب ألم، وممكن زي ما قلنا ان هو يسبب دم في البراز.
حاجة كمان ان هو بتقلل المناعة بشكل كبير قوي، فبتأثر على صحة الجسم بشكل كبير. كل الحاجات دي من الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعة ال H. pylori. نيجي بقى للعلاج بتاع ال H. pylori. طبعا ده بيكون كورس بتمشي عليه مع الدكتور، بيكون بداية من أسبوعين، ولازم يتاخد الدواء في ميعاده كل يوم، ما ينفعش اخد قرص وقرص لا. بيكون حاجة اسمها تريبل ثيرابي، بيتاخد نوعين من المضادات الحيوية أو الأنتيبيوتكس، نوع ثالث من البي بي اي. في حاجات كتير بتبقى موجودة في الماركت على بعضها، بيبقى شريط متقسم كل قرص لون، جرعات الصبح وجرعات بالليل. جرعة الصبح بتتاخد على بعضها وجرعة بالليل، والعلبة بتكفي أسبوع، وبيكون تحت إشراف الدكتور بتاعي. وزي ما قلنا مهم قوي إن أنا ما فوتش ولا قرص ولا جرعة. ايه بقى الاكلات اللي بتزود جرثومه المعده ويفضل ان انا ابعد عنها واقللها تماما؟ الدهن اول حاجه، وهي الاكلات الدسمه والاكلات الدهنيه والمقليات والاكلات الحاره. تاني حاجه وهي المشروبات الغازيه والسكر، بتزود جدا الحرقان والحموضه وقرح المعده. تالت حاجه وهي الحاجات اللي فيها سكر مضاف، وده طبعا موجود في كل الحاجات المعلبه والحاجات الجاهزه والحاجات دي كلها، فيفضل ان انا اقللها بشكل كبير. لان تالت حاجه وهي الالبان، خصوصا الحاجات اللي بيبقى فيها لاكتوز. اخر حاجه، ودي مش مسببه للاتش بايلوري بس بتزود القرح وبتزود الحرقان والحموضه اللي بيبقى موجودين، وهي التدخين. ويفضل لو حد بيعاني من جرثومه المعده ان هو يوقف تدخين خالص. ايه بقى الاكلات اللي بتحسن من جرثومه المعده وممكن تكون سبب في علاجها كمان وبتساعد جدا مع الدواء اللي بيتاخد؟ اول حاجه الحاجات اللي فيها بروبايوتكس زي الزبادي وزي الكرنب، خصوصا الكرنب الملفوف. ويفضل كمان لو انا شربت عصير الكرنب، عشان في ناس الكرنب بيعمل لهم مشاكل في الهضم، واصلا المعده ما بتبقاش متظبطه في وجود جرثومه المعده. فيفضل ان انا اشرب عصير الكرنب، بيكون اسهل في الهضم واسرع في الامتصاص. تاني حاجة وهي الشاي الأخضر، لأنه بيكون غني بمضادات البكتيريا. تالت حاجة وهي زيت الزيتون، لقوا إن هو بيساهم جدا في تحسن جرثومة المعدة وعلاجها. رابع حاجة وهي البروكلي. البروكلي من أحسن الحاجات اللي ممكن تضاف لو أنا شخص بيعاني من جرثومة المعدة. خامس حاجة هي العرقسوس، لأنه بيحافظ على جدار المعدة. آخر حاجة هي العسل. يعني شوية نصايح كمان لو حد بيعاني من جرثومة المعدة. أول حاجة الاهتمام بالنظافة جدا، زي غسل الايدين قبل تحضير الاكل، غسل الايدين بعد استخدام التواليت. ثالث حاجه الاهتمام بتنظيف الاكل كويس. رابع حاجه وهي التوقف عن التدخين. كمان نقلل المسكنات، خصوصا الناس اللي بتاخدها على معده فاضيه، علشان ده بيزود احتماليه قرحه المعده. كمان نحاول نقلل من التوتر ونقلل الاكل من الشارع بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو لايك شير and subscribe for more tips.